تسجيل المكالمات على موبايل الاندرويد. انا عارفه متاكده ان انت جربت تطبيقات كتير، معظمها اما فيك او انت مش عارف تظبط الاعدادات بتاعته بشكل كويس. عشان كده انا هكلمك النهارده عن تطبيق لتسجيل المكالمات جربته على موبايلي وكمان موبايل والدتي سامسونج، والنوع التاني كان اوبو. ولكن قبل ما اقول لك الخطوات بالتفصيل عشان اوضحها بشكل كامل هطلب منك حاجتين. اولا ان انت تسمعني كويس. تسجيل المكالمات او اي اداه تانية هي ذات حدين، تقدر تستخدمها اما في شغلك ديليفري او حابب تسجل مكالمات لحاجة خاصة بشغلك أو إثبات حقك، ولكن في حالات تانية في بعض البلدان وكمان الحالات الدينية تعتبر حرام وكمان جريمة يعاقب عليها القانون. فخلي بالك من استخدامك لأي أداة من الأدوات اللي موجودة أونلاين، عشان أنت الوحيد اللي هتتحاسب عليها وغيرك ملوش أي علاقة. رقم 2، الفيديو ده أنا عملته عشان أوضح لك الموضوع بشكل نهائي وكامل، فمحتاجة منك دعمك للفيديو ده. اعمل لايك وشيره على قد ما تقدر، لأن في بعض الناس محتاجة تسجل المكالمات إثبات لحقها أو حتى زي ما قلنا لشغلها. بدل ما اطول عليك يلا ندخل في التفاصيل. انا جربت تطبيقات كتير، واحد اللي استقريت على تجربته هو اسمه كيوب ACR. عشان تقدر تحمله بشكل صحيح هتروح لجوجل وتبحث عن موقع اسمه برو التقني، هتلاقي التطبيق ده موجود جواه، تحمله من خلاله وكل حاجة تبقى تمام. بعد ما تفتح التطبيق كل اللي عليك تديله كل الأذونات اللازمة، تسمح له بقى بإمكانيات الوصول إلى آخره. وانت بتديله الأذونات دي هيطلب منك ان انت تشتري التطبيق. اضغط على علامة الإكس اللي موجودة فوق على الجنب عشان تتخطى الحكاية دي، لو انت طبعا مش حابب تشتري التطبيق. بعد كده على طول هيطلب منك انك تحمل مساعد التطبيق ده اللي هو كيوب ACR هيلبر. هتضغط على كلمة تثبيت المساعد وبعدين هيفتح لك صفحة على المتصفح بتاعك، تختار الاختيار الأخير واللي هو تثبيت المساعد ك APK. تضغط على كلمة تحميل وتبدأ التحميل. أول ما يخلص تحميل التطبيق تضغط على الملف وتختار تثبيت. أول ما يخلص التثبيت بتاعه تضغط على كلمة فتح. بعد ما تفتح التطبيق هيطلب منك ان انت تديله برضو كل الأذونات، ودي مرحلة لازم تركز فيها كويس جدا، لان بعد ما يطلب منك تديله كل الأذونات اللازمة وتروح لإمكانية الوصول هتلاحظ ان اسم التطبيق مخفي كده، او لما تضغط عليه هيظهر لك كلمة ضبط مقيد، يعني ما ينفعش يديلك الإذن ده. تحل المشكلة دي انك تروح لإعدادات الموبايل، بعدين تروح للتطبيقات، بعدين تبحث عن اسم التطبيق ده اللي هو كيوب ACR هيلبر. تدخل على التطبيق وبعدين تختار من الثلاث نقط اللي موجودين فوق بعض دول السماح بالوصول للإعدادات. بعد كده ترجع بقى تاني لإمكانية الوصول، هتلاقي التطبيق بقى ظاهر عندك. دلوقتي تقدر تفعل الاختيار وتختار نعم وتسمح له بإمكانيات الوصول. وعشان تجرب بنفسك تقدر تعمل مكالمة مع أي حد وتسجل المكالمة دي من خلال شريط الإشعارات عادي جدا، أو حتى تقدر تروح لإعدادات التطبيق نفسه وتختار تسجيل تلقائيا بحيث ان هو يسجل لك أي مكالمة بتجيلك على الموبايل. وكمان في اعدادات بقى جوه التطبيق ان انت توصل للملفات تتحفظ فين، التسجيلات تتحفظ فين الى اخره. وكمان لو حابب تقدر تشتري النسخة المدفوعة. دي كانت كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن تطبيق تسجيل المكالمات. عشان كده شير الفيديو ده، اشترك في قناتي، وما تنساش دعمك هو اللي بيخليني استمر، ومتهيالي انا بقدم كل اللي بقدر عليه عشان افيدك اولا. فما تنساش دعوة حلوة، اشترك في قناتي. اشوفك الفيديو اللي جاي.